السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة تانية ثانوي، وحشتوني جدا. أخباركم إيه؟ يا رب تكون الامتحانات كويسة إن شاء الله معاكم. بإذن الله المنهج بتاعنا بتاع الترم التاني، ركزوا معايا عشان تعرفوا يعني البرنامج بتاع ليلة الامتحان. الورقة دي فيها الملخص كله بتاع المنهج كله. هتقول لي ما نذاكرش غيرها؟ أيوه، ما تذاكرش غيرها نهائي. بعد كده حل تدريبات، دي ما فيهاش تدريبات، دي ملخص للحاجات اللي انت تذاكرها. التدريبات بقى موجوده عندك ان شاء الله. هعمل لك فيديو حل يعني ميرسي، ليله امتحان ميرسي، ليله امتحان جينيال، برافو، اي ليله امتحان هتنزل باذن الله بتاع كتاب خارجي ان شاء الله. هنزل فيديو بعد ده على طول، فيديوهات حل، عشان خاطر يعني بعد الحل ده مستواك يبقى قوي جدا. طب الملف ده لازم تحصل عليه الاول. يا ترى بقى هتدفع كام عشان تاخد الملف ده؟ لازم تفكر، شوف تدفع كام. المنهج كله في ورقه واحده، المنهج كله في ورقه واحده، في ملف واحد، في بوستر واحد. طبعا انا عامله هديه لكل طلاب مصر، هديه لاي طالب في مصر، مش بفلوس يعني. انت تطلب الملف ازاي؟ كلمني على الرقم بتاعي اللي هو 0149 47 216، هبعته لك على طول. بس في نفس الوقت انت عليك انك تنشر الفيديو، تنشر اللينك بتاع الفيديو ده لاكبر عدد من الجروبات اللي انت مشترك فيها عشان خاطر الكل يستفيد. نمسك جزئيه جزئيه ونحاول يعني نشوف ايه الحاجات المهمه اللي فيها. رقم واحد يا جماعه، رقم واحد لي فيتمون اي لي اكسسوار. دي الفكره الاولى في المنهج النهارده. دي الملابس اللي تركز عليها، هي اللي بتيجي في الامتحانات، ودي الاكسسوارات اللي تركز عليها. بعد كده بعض الملاحظات، خلاصه الملاحظات دي انت هتقرا الملاحظات بنفسك، انا هقول الخلاصه من نفسي انا. الملابس حبيت يعني نسيت حاجه مذكر ولا مؤنث، افتكر ان كل الكلمات بتاعت الملابس اللي هي اخرها حرف الاو مؤنث الا 3. اونيفورم، اونيفورم مذكر مكتوب متحرك اللي هو الزي الموحد. اكسسوار مذكر، وكاستيم يعني بدله مذكر، دول اخرهم حرف الاو بس ايه؟ بس مذكرين. وباقي الملابس والاكسسوارات طبعا اللي مش اخرها او تبقى مذكر. تاني يبقى اللي اخرهم او مؤنث الا الثلاث كلمات اللي قلناهم دلوقتي، واللي مش اخرهم او مذكر. تمام؟ زي ما قلت انا هقول لك الملحوظه المهمه وانت تقرا الملاحظات لما تاخد الملف باذن الله. نيجي كمالتهم فوق اهو. كلمه ان بيردو كلمه مؤنثه، ومترو بورتي وصابيي معناهم يرتدي. ايه الفرق بينهم؟ مترو بورتي يجي بعدهم اسم الملبس على طول، زي ما بقول جومي ان بانتالون، ارتدي بانتالون، ان شوميز وقميص. اما صبيي فعل يرتدي ده بيجي بعديه طريقه اللبس، اقول جو مابي على مود، برتدي على الموضه. تمام؟ لسه ما زلنا في الفكره الاولى. عشان نوصف الملابس والاكسسوارات محتاجين نذاكر الالوان، عشان كده عندك الالوان تذاكرها، مكتوب عندك اهو الالوان. بعديها ملاحظات هتقراها انت مع نفسك. الملاحظات دي زي ما اتفقنا خلاصتها ايه؟ خلاصتها ان او اهم حاجه فيها ان اللون المركب مفرد مذكر، مكتوب عندك في الملاحظات. ان لو لقيت كلمه بعدها لون بعدها نقط، تاخد اللون المفرد المذكر بعد مفرد مذكر. وبعض الملاحظات عندك تقراها انت بقى بنفسك، زي كلمه ساده مثلا، كلمه مذكره تؤنث بالاو ما تاخدش اكسون تجيبيها، يبقى انت هتقرا الملاحظات دي مع نفسك. تمام؟ بعد كده نروح لماتير. ماتير يعني المواد الخام. المواد الخام عندك دول اهم الكلمات بتاعت المواد الخام: كوير، كوتون، ساتان، بوا، ترجال، اور، سوا، نايلون، فيلور، توال، لين، ارجون. وهنا بعض الملاحظات على المواد الخام. اهمها ايه الملاحظات بتاعت المواد الخام؟ اهمها ان المواد الخام تاخد قبلها اون، والسؤال عليها اسمه اون كوا من اي شيء. بعد كده الشكل الخارجي وموتيف يعني النقشه، وكاتب لك اهم الكلمات اللي تركز عليها اهو، والملاحظات بتاعتها انها بتاخد اكسون قبليها والملاحظات. تمام؟ دي رقم واحد. يبقى رقم واحد اللي احنا خلصناها الفكره دي كل ما يخص الملابس والاكسسوارات. بعد كده 2 الفرق بين تري وبوكو، وزي ما انا حفظت لكم في خلال السنه كلها ان تري يجي بعدها صفه، اما بوكو لا ياتي بعدها صفه او ظرف. صفات الاشاره في رقم 3. صفات الاشاره 4: سو، ست، ست، سي. الاولى اللي هي سو بتاعت مذكر ممدوب ساكن زي سو بانتالون. ست اللي بتي واحده بتاعت مذكر ممدوب متحرك
زي ست اونيفورم. ست اللي بالدبل تي بتاعت مؤنث زي ست روب وسي بتاعت الجمع. تمام. بعد ما تخلص 3 عمدان كده بالظبط تنزل تحت. ادي الملاحظات اهي تجراها انت مع نفسك زي ما اتفقنا. وعلى فكره في شرح تاني في فيديو لينك تاني برضو شرح بس بعيد عن الورقه دي، شرح ليله امتحان تاني هبعته تسمع اللي انت عايزه مفيش مشكله. رقم 4 ضمائر الفاعل بتاعت سنه اولى ثانوي بالملاحظات بتاعتها. ورقم 5 ضمائر المفعول المباشر اللي هي اساسيه علينا اللي هي لو لا الابوستروف ليه. وقلنا ان الضمائر دي تحل محل اسم، ده تحل محل اسم مفرد مذكر ودي لا تحل محل اسم مفرد مؤنث، والا ابوستروف تاتي امام فعل مبدوء بمتحرك ودي بتاعت الجمع. مثال لو بانتالون جو نوبك مي. انا حتى سميتها قبل كده الغش الحلال. يعني الغش الحلال بتلاقي الاداه هنا بتعرفك اذا كان مذكر ولا مؤنث. دي بالنسبه للضمائر الشخصيه. تمام. نروح بعد كده للملاحظات بتاعتها. في عندنا ضمائر المخاطب والمتكلم اللي هي مي رقم 6. شايفينها رقم 6 مي تي نو فو. ودي ملاحظات بتاعتها. تمام. 7 كومباراتيف اللي هي المقارنه. المقارنه زي ما احنا عارفين قلنا ان المقارنه فيها عندنا مقارنه الصفه بس، يعني ما عندناش سهله جدا الصفه. زي مثلا نقول ايه منى اي بلي بافار، خليها بافار احسن، بافار كو سين. ركز معايا. منى يعني اكثر رغيا من ايه؟ من سين. عندنا بيجي بعدها الصفه. هنا بافارد مؤنثه، بافارد مؤنثه اهي عشان مش شايف بافارد فيها حرف الام مؤنث اهي. تمام. مؤنث ليه؟ عشان تتبع الاسم الاول اللي هو منى. طب افرض انا جبت كلمه سي، لا لو جبت سي يبقى لازم يجي بعديها مفرد مذكر. تمام. يبقى ده السؤالين اللي بيجوا كتير على المقارنه. وايه تاني ممكن يجي؟ ممكن يختبرك في المعنى. اقول لك لافيون الطياره ايه تكون نضط رابيد سرعه من الاتوبيس، يبقى اكيد اكثر سرعه. يعني بيبقى موضوع المقارنه سهل جدا، فانا بفكرك فيها وفي نفس الوقت في ملاحظات تحتيها تسهل لك الموضوع. 8 عندنا وي نو سي. ايه الفرق بينهم؟ ركز معايا. في سنه اولى ثانوي خدنا السؤال المثبت اللي هو ما فيهوش نيو بون. اقول لك مثلا تي ام لو فرنسي، بتحب الفرنساوي، الاجابه وي جيم لو فرنسي، او نو جي نيم با لو فرنسي، وي ونو. اما الجديد هنا ايه؟ سؤال منفي. يقول لك تي نيم با لو فرنسي، الا تحب الفرنسيه. اللي عليك بالظبط الطريقه اللي تعملها تحذف اداتي النفي دول، تحذفهم وبعد كده تترجم السؤال. لو جالك المعنى استقام زي جيم لو فرنسي اهو احذفهم وتترجم بعد ما تحذف. انت بتحب الفرنساوي؟ قال بحب الفرنساوي يبقى تاخد سي. طيب قال جو ديتيست لو فرنسي، كده المعنى ما استقامش تاخد ايه؟ نو. يبقى السؤال المنفي تجاوب عليه ازاي؟ تحذف نيو با وتترجم. اذا المعنى استقام تختار سي، ما استقامش تاخد نو. دي كانت الملحوظه رقم كام؟ 8. تمام. نروح للملحوظه رقم 9. 9 فعل فير هو في الترم الاول ولكن مكرر كمان في الترم ده. فير بيجي بعديه الدهات، بس خلي بالك من الملاحظات بقى. بياخد الدهات مع الالعاب الرياضيه، دي رقم 1. 2 مناعته ضعيفه. يعني ايه مناعته ضعيفه؟ يعني يتاثر بالنفي. في النفي نختار دو. بس ركز معايا في رقم 3. في المهام المنزليه بتبقى تركيبات بقى اسمها فير لافيسيل يغسل المواعين، فير لولي يرتب السرير. يبقى بياخد اداه معرفه عشان دي تركيبات ثابته. دي كانت رقم كام؟ 9. بعد كده يا جماعه ندخل في الازمنه. الازمنه هنا زمن المضارع بتاع الترم الاول، تمام، بتاع سنه اولى عفوا، والذو ضميرين. بعد كده 3 خلصوا، نطلع بقى فوق. بعض الملاحظات على المضارع. بعد كده لو فيتير بروش اللي هو المستقبل القريب، والمستقبل القريب يتكون منين؟ من تصريف فيرب الير زائد المصدر. يبقى لازم تحفظ فيرب الير كويس اهو. فيرب الير اهو، دي كلمات الداله، يعني الورقه شامله كل حاجه.
زي دومان، سي سوار، بروشان، دون، بليتور، بيانتو، ابري. وبعد كده عندك تصريف الارلير زائد المصدر. وخطوات حل المستقبل مكتوبه عندك اهو. تشوف الكلمه الداله وتحدد الزمن وهكذا. بعد كده نروح للباسي ريسون، الماضي الحديث. بيتكون من فينير ودو والمصدر. كلمات الداله اليو هي الاساسيه، وممكن اقول لك سومتا يعني هذا الصباح، يبقى تحاول تراجع فعل فينير تصريفه. وخطوات حل الماضي انك تشوف الكلمه اليو، ان شفتها يبقى تشوف ايه اللي ناقص. جالك فينير تختار دو والمصدر، جالك فينير والمصدر تختار دو، جالك فينير ودو يبقى عايز المصدر، وهكذا يعني. تشوف ايه اللي ناقص وتكمله. شال الثلاثه يبقى تختار الاختيار اللي فيه فينير ودو والمصدر. كل ده في الحل يا جماعه اللي هنحله ان شاء الله في ليالي الامتحان. انا بس بوريك مكونات الورقه بتاعتك مكونه من ايه بالظبط. بعد كده عندك زمن الامر، والامر احنا واخدين حل سحري، هتقرا انت الامر براحتك. واخدين حل سحري سهل جدا. اذا كان المخاطب انت ناخد الى اخرها حرف الاو، ما لقيتش ياخد الى اخرها حرف الاس ما عدا كلمه فا. واذا كان المخاطب انتم تاخد الى اخرها او زد ما عدا كلمه فيت. تمام. والزو ضميرين واخدين كلمتين بالظبط، مثبت بعد منفي قبل. كل ده موجود في حل التدريبات هشرحه بالتفصيل. يبقى كده الازمنه خلصت. بعد كده رقم 12 الانتيروجاسيون، الاستفهام ينفعني جدا فين؟ في ادوات في القواعد، وفي نفس الوقت في الايميلات. لما انا اعرف اترجم ادوات الاستفهام كويس اعرف الايميل بيتكلم عن ايه بالظبط. رقم 15 حل الايميلات بقى، ازاي نحل الايميل. النصائح بقى انك تحفظ ادوات الاستفهام كويس، انك تحول الضمائر من تي لجو، تصرف الفعل مع الفعل الجديد. تمام. كل دي من نصائح حلوه جدا. واهم اسئله الايميل اهي، اهم اسئله الايميل اهي، دي كلها اهم اسئله الايميل. تمام. بعد كده عندك دي اهم الموضوعات اللي عليك. ان فيت دو مارياج، حفله زواج. لوك بريفيري، اللوك المفضل. اخر صفحه عندك بعد كده ديكرين ميزون، وصف منزل. ديكرين شامبر، وصف حجره. تاش ميناجير، المهام المنزليه. اكتيفيتي كوتيديان، الانشطه اليوميه. وريكومنداسيون اللي هي توصيات او نصائح. اعتقد كده المنهج بتاعك سهل جدا جدا، موجود في الورقه دي، بس تذاكرها كويس، تسمع فيديوهات الحل، وتسمع لو عايز الفيديو الشرح التاني اللي هو فيديو تفصيلي موجود، اللينك بتاعه باذن الله موجود. هنزله في الجروبات اللي انتم مشتركين فيها ان شاء الله. شدوا حيلكم وربنا يوفقكم باذن الله، تطلعوا مبسوطين جدا 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 من امتحان الفرنساوي. وزي ما قلنا اللي عايز الملف ده يبعت لي وابعته له واتس على طول ان شاء الله. السلام عليكم.